السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. والله العظيم التيك توك مما ظهر في السودان ما جاب لنا شيء غير البلاوي وغير الفضايح. ضيع علينا البنات والنسوان والأولاد. كل يوم يا طالع علينا راجل بيتشبه بالنسوان، أو بنت بتعرض في جسمها وشرفها قدام الكاميرا، أو طلعوا علينا ناس كبار وبيتعاوروا وبيتهابلوا قدام الكاميرا. لكن المرة دي يا اخواننا التيك توك وصل لمرحلة خراب البيوت عديل كده. طلقت القانا طلق ثلاثة تحرمي علي خلي لي بنتي وارجعي بيت أهلك. ما الزول ده لقى فيديو لزوجته في التيك توك، مصورة فيديو ومشغلة أغاني. شوف قصة طلع علي الطلاق القانا طلق ثلاثة تحرمي علي خلي لي بنتي وارجعي بيت أهلك. ما يجي نزول يقول لي ما رجعش في مسمى قلت لك طلق ثلاثة ما ترجع علي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا يا اخواننا معروف الشيطان شاطر. الشيطان لعب بعقل المرة دي وغشاها عشان يلقى طريقة ويخرب لها بيتها، فوسوس لها في راسها وغشاها وقال لها خش التيك توك وعملي فيديوهات، وكل البنات بتخش التيك توك تتصوري، والناس بيعملوا لك اعجاب، بيعملوا لك لايكات، بيجيبوا لك مشاهدات. فغشاها وطمعها وخلاها تخش التيك توك. والحاجة الثانية يا اخواننا الشياطين معروف درجات، واعلى درجة عند الشياطين هي خراب البيوت. يعني لما الزوج يطلق زوجته ده إنجاز كبير بالنسبة للشياطين. فالشيطان اللي كان السبب في طلاق الزوجين ديل عنده مكانة عالية شديد بين الشياطين. النصيحة دي لكل زوجة سودانية، لو فعلا دايرة تحافظي على بيتك وأسرتك وأولادك، أبعدي عن حاجة اسمها تيك توك أو فيسبوك أو سوشيال ميديا. أبعدي عن أي حاجة ممكن تكون سبب في دمار حياتك الزوجية واستقرارك وأولادك وزوجك. مالكم التيك توك، مالكم المشاكل. هسي المرأة اللي اتطلقت دي ممكن تكون مسكينة وما عارفة حاجة عن التيك توك، أو صاحبتها قالت لها خشي التيك توك تجيب لك مشاهدات متابعات، الناس حيعملوا لك لايك وحتشتهري والناس حتعرفك. أو هي ما عارفة إنه الفيديو ده ممكن يصل لزوجها أو يصل لناس بيعرفوها. يلا يا إخواننا التيك توك ده منصة بتختلف عن باقي المنصات. يعني مثلا في اليوتيوب أو الفيسبوك الفيديو محتاج شروط معينة عشان ينتشر والناس يشوفوا الفيديو، لكن في التيك توك الفيديو ما محتاج أي حاجة. مما ترفع الفيديو بينتشر بسرعة. يلا كل ما الناس شافوا الفيديو كل ما الفيديو بينتشر. يلا عشان كده لو لاحظتوا مما ظهر التيك توك معظم البنات خشوا التيك توك. ليه؟ لأنه زمان كان نادر جدا تلقى لك بيت مثلا على اليوتيوب أو على الفيسبوك، لأنه هناك الشغل داير اجتهاد وداير زمن. لكن في التيك توك الطريقة مختلفة جدا جدا. لذلك لو لاحظتوا كل البنات خشوا التيك توك، كل واحدة عاملة فوقها فاتحة الكاميرا وده تعمل فوقها تعمل محتوى. والشيء المؤسف الناس بتدعم، يعني أي محتوى بتاع بيت لو محتوى غير هادف بتلقى الناس بيدعموها بيتابعوها، والناس يعني بيشجعوها حتى ولو الحاجة دي سلبية. يعني هسه في التيك توك أي بيت لو لاحظتوا بتنشر في التيك توك عندها آلاف المتابعين، وتلقى الفيديو جايب لايكات وتعليقات وجايب اهتمام، حتى ولو الفيديو ما هادف أو فيديو بيتكلم عن أي حاجة ما بتفيد ولا بتنفع، لكن بتلقى الناس قاعدين منبرشين، اللي بيشجعها واللي بيحمسها واللي بيغشها. فلذلك يعني معظم البنات لما ظهر التيك توك قاعدين في التيك توك، وكل واحدة عاملة فوقها بيقت ناشطة ودايرة تجيب لها خارجيات ودايرة تصور نفسها دايرة ترقص. لذلك يا اخواننا بالاخص الزوجات النسوان المتزوجات يا اخي اهتموا ببيتكم باولادكم، مالكم مال التيك توك، مالكم مال الفارغه. هسه الليله المراه الراجله طلقها دي، يعني الليله الراجل ده ما قدر يمسك نفسه، لانه الليله اي زول شاف مرته في التيك توك يا اخواننا بصراحه كده ما لازم يعمل كده، تمام؟ لانه ما ممكن انت مخلي بيتك واولادك وداير ترفع فيديو في التيك توك وداير ترقصي، تمام؟ كده بتكون في عدم ثقه. فدي من الحياة يعني بتكون سلبية على المجتمع بالأخص في السودان، لأنه نحن الحياة دي كنا مقفولين منها وفجأة انفتحنا لها. فالليلة اتخرب بيت وما معروف بكرة بيحصل شنو. ده غير البنات اللي يعني بصراحة كده بيبقوا ما عندهم حاجة لأي زول، تلقى لك بيت قاعدة ترقص في التيك توك، بيت بملابس نوم، بيت بتقول في كلام خارجيات. التيك توك ده والله بصراحة كده يعني دي حاجة سلبية ظهرت في المجتمع السوداني، وبالأخص أن احنا أسينا استخدام التيك توك. فربنا يحفظ السودان ويحفظ الأسر، وبتمنى من إنه يعني هي زوجة تعاين الفيديو ده وتتعظ عشان ما يحصل لها كده وتخرب بيتها.
وتكون سبب في دمار بيتها ودمار أسرتها ودمار استقرارها، وفرقت بين أولادها وبين أبو أولادها. شاكر لكم كثير. في أمان.